الكفتة من الحاجات المحببة لينا كلنا ولأطفالنا. تقدري تعمليها ببواقي الرز المتبقية عندك، سواء كان رز أبيض أو مسلوق أو رز حتى حبة وحبة. تقدري تعملي منه الصنف الجميل الشهي ده من الكفتة، وبطريقة سهلة وطريقة بسيطة، وطعمها على فكرة جميل جدا، وإن شاء الله تجربوها وتنال إعجابكم. كفتة اقتصادية بتدي كمية كبيرة جدا، لأنها طبعا مضاف إليها الرز، والرز بيكون طبعا مستوي. يلا بينا نشوف الطريقة. نص كيلو من اللحمة المفرومة، بنضيف عليها 3 معالق كبار من الرز. انا هنا حطيت رز حبة وحبة، المتبقي عندي ما رميتهوش، عملت بيه صنف الكفتة الجميل ده. وحطيت كمان شوية من البقدونس، حوالي نص كوباية من البقدونس والكزبرة. بدأت أقلب كل المكونات دي مع بعض، مع كمان بصلة مبشورة وفصين من الثوم مع بعض. وهضيف بعد كده التوابل اللي أنا حباها. انا هنا ضفت من التوابل اللي انا بحبها، ضفت طبعا اللي هي البهارات والكمون، وضفت كمان الفلفل الاسود، وطبعا ما نقدرش نستغنى عن الكزبرة الناشفة. وضفت كمان الملح، والملح ده بنضيفه حسب التذوق. وببدأ ان انا اضيف كمان شوية من بهارات اللحمة اللي هي المشكلة، بتدي طعم حلو. لو عايزة تضيفي كمان رشة من جوز الطيب مفيش اي مشكلة. بعد ما بضيف كل المكونات دي، ببدأ اقلب كل المكونات مع بعض، وببدأ ان انا اشكلها بالمنظر اللي حضراتكم شايفين، شكل بيضاوي. بس بعد ما بحطها في التلاجة ربع ساعة تتشمع بس، وبعد كده بحطها في الدقيق، والدقيق ده عليه شوية من الملح وقليل جدا من الفلفل الاسود. وبعد كده بحطها في البيض، والبيض ده عليه شوية من اللبن وملح وفلفل اسود. وبعد كده ببدأ احط فيها اللي هو الكفتة. بعد كده احطها في البقسماط، والبقسماط ده عليه شوية من الكمون وشوية من البهارات وشوية من الملح. ببدأ ان انا اقلب كل الكفتة في البقسماط، وببدأ اغطيها كويس جدا. وبعد كده بحمرها في زيت غزير، وبتطلع في الاخر بالمنظر الكفتة الجميل ده. وبنحط عليها البقدونس. يا رب يكون النهاردة الفيديو عجب.